البنات، شراكم ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وكامل بخير وكامل بصحة جيدة يا رب. مرحبا بكم مع أميرة جمال في فيديو جديد. الفيديو تاعنا اليوم راح نحكو على أهم نقاط في حياتك، يعني لأي وحدة حبت كيف تكون عندها، تقولك كيف تكون عندي مكانة في المجتمع، كيف نفرض شخصيتي، كيف تكون عندي كاريزما، كيف تكون عندي ثقة في نفسي، كيف يحبوني الناس وكيفاه. هذو نقاطين مهمين في حياة كل وحدة، يعني كل امرأة حابة تكون ناجحة في حياتها لازم دايما تمشي على هذا الخطوات وعلى هذا النقاط. ملا نطول عليكم، دخلوا قبالة في الموضوع تاعنا. اول حاجة نبداو بها هي الاهتمام بالشكل تاعك. اول حاجة لازم تكون تهتمي بالشكل تاعك، لخاطر الانسان، اي انسان يكون شافك اول مرة، صح يقولوا باللي الصح كامل في الاخلاق، رانا عارفين الصح كامل في الاخلاق، بصح الانسان اللي يشوفك مازال ما عاشركش ويشوفك اول مرة ما راحش تعجبه على الاخلاق تاعك، لخاطر هو ديجا مازال ما داسرك ما عاشرك ما يعرف عقليتك ما يعرف الطبع تاعك كيف داير، راح يشوفك على اساس الشكل. اذا كنتي متهليه في روحك واقفه مع روحك، يعني متهليه في نفسك، كي يشوفك شكلا هكاك راح يكون قبول بيناتكم راح تعجبيه. نعطيكم مثال، زعما واحده وحب يتزوج ولا وهو شاف وحده، واش من الحاجه اللي راح تعجبه فيها الاولى، يعني باين الشكل تاعها، ما راحش يشوف الاخلاق، هو مازال ما شافها ما داسرها، قلت لكم ما عاشرها ما يعرف الاخلاق تاعها كيف دايرين. الحاجه الاولى اللي راح تعتيريه الشكل تاعها، يعني المظهر الخارجي يلعب دور كبير، يعني باش يكون عندك قبول في المجتمع. واحدة أخرى، بالك تسبي واحدة أخرى إنسانة ما شاء الله، الرابعة العدوية قاع بالأخلاق بتاعها، مي تصيبها زعما ماشي واقفة مع روحها، هاينة روحها، حالتها حالة متلوقة كامل، يشوفها هكاك يقول هذه إنسانة باينة ما تصلحش، يعني يهرب منك غير من الشكل تاعك، ما قريت داخل أخلاقك الله يبارك. من الحاجة الأولى يهرب منك من الشكل تاعك، يعني الاهتمام بالنفس نقطة مهمة في حياة الإنسان. دوك انتي يرحم باباك، دوك نديرو على المرأة متزوجة تقول لك انا ما عنديش وقت باش نهتم بروحي، ولا لازم تهتمي بروحك. انتي كي تمدي روحك 10 دقايق برك، 10 دقايق في النهار، ما راح تدي ما راح تجيب، لخاطر تخلاصي وشغل ما يخلص. يبتي نوضي الصباح 10 دقايق، نوضي غسلي ذاك الوجه، ديري كجل نيطوايون شباب، ديري كاش ماسك لوجهك، مشطي شعرك، ديري شويه فاج وشويه فيون لافغ، لبسي لبسه تاع الشغل تاعك، كي تخدمي الشغل تاعك ولا تكوني تي مع روحك، تكوني اون فورم، تشوفي روحك في المرايه تخدمي تقولي راني شابه، تكملي شغلك وانتي فرحانه. مي تخيلي تي طالقه روحك، تي وحده تكرهي روحك كي تكوني طالقه روحك، طالقه داك الشعر وحالتك حاله وجهك مرمد ونايضه قباله هذاك الشغل وتخدمي في روحك هكا، شوفي يخرج وجهك شويه في المرايه هكا تشوفي روحك تكرهي النهار وتكرهي هذاك النهار كامل، تكرهي الشغل، تكرهي كل شيء، تكرهي روحك. يعني ما نكذبوش على رواحنا، الشكل الخارجي يلعب دور. تي وحده كي تكوني هكا تشوفي روحك شابه، ولا المورال يطلع لك، تكملي نهارك شبه، تولي الثقه في نفسك عندك كي تكوني زعما هكايا واقفه مع روحك، فهمتيني؟ ثاني زعما دوك ثاني دوك واحده مزوجه، راكم عارفين مزوجه ماشي كيما واحده سيليباتير، بالك قاعده هكاك ما كاش اللي يحوس عليها في الدار، تخدم الشغل تكونيكتي منا. مي واحده مزوجه عندك راجل حنونتي في حياتك، راجل دوك يجي كاره عيان من الخدمه، تزيديلو تيا يحل تفتحي ليه الباب هكاك، حالتك حاله، داك الشعر طالع في السما، وذاك الوجه كيما يخرج الصباح كيما يجي يصيبك صفرة، لا كحل في وجهك لا غيسي، لا نفضي الغبار على روحك، قومي بروحك، البسي. الراجل كي يجي استقبليه، يعني هو كي يشوفك هكاك صدقوني المورال يطلع، الانسان يطلع مورالو بالشكل، يشوفك هكاك يدخل، دوك يجي عيان من ذاك الخدمه ماذا به يدخل يسيب دارو نقيه، مرتو نقيه، لابستلو مسقمه روحك، يشوفك يفرح، تنحيلو هذاك العيا تنحيهولو. مي تخيلي هو كاره حياته وزيدي تقابليه تي بهذيك الحاله، يولي يندم النهار يدخل فيه للدار، فهمتيني كيفاه؟ يندم النهار اللي دخل فيه للدار. يعني لازم متي تكوني وتنظمي وقتك،
تقوليش ما عندكش الوقت، قاع عندنا تربيه، قاع جوزنا على التربيه وقاع جوزنا على الذراري وكل شيء. ديري الوقت لروحك، ديري نوضي بكري يا بنتي، نوضي بكري، خدمي شغلك كامل الصباح يكون عندك وقت. يعني العشاء تاعك ديري ديريه في الفطور، طيبي كل شيء في الفطور، ديري قاطو تاعك ويبقى لك الوقت وتروحي تدوشي. نديروها ما عندكش وقت باش دوشي، لا دوشتي كاع يا بنتي، روحي جيبي شويه لنجات، امسحي دوك الاطراف، امسحي يديك، امسحي روحك كامل، ديري شويه ليلي في الكوخ تاعك، ديري شويه ريحه، نقي روحك، سقمي روحك. ومن بعد نورمال كملي راكي قاعده، كي يجي راجلك تكوني دايره فطورك، تكوني موجده روحك. يعني كي يجي راجلك تستقبليه برك، ما ديري حتى حاجه تقولي ما نجي كي يجي فما تروحي طيبي العشاء وتروحي ديري الكاطو وتروحي، لا يجي راجلك استقبليه وتكون دارك نقيه وانتي نقيه، راح يقعد وراح يريح، هو يولي مسولاجي وانتي تكوني مسولاجي. يعني الحاجه المهمه في حياتك لازم تهتمي بنفسك، هذه هي. ونروحوا الحاجه الزوجه. الحاجة الزوجة والمهمة ثاني في حياة المرأة ولا أي أنثى، كي تكوني واش تكوني ما كاش لازم تكون عندك ثقة في نفسك. نعم، لازم تكون عندك ثقة في النفس. المرأة ولا الأنثى اللي ما عندهاش ثقة في نفسها، تقولي ما راهي مرأة، ما راهي أنثى، وواحد ما راح يدير لها قيمة، وواحد ما راح يحسبها كامل. لازم تكون عندك ثقة في نفسك، ثقة في نفسك. نعطيكم مثال زعما، وشفت بلي هذا البروبلم يعني كامل نص البنات كاع اللي مزوجين على بالي جايزين على هذا الأمر، وهذه أكبر غلطة تديريها في حق نفسك وفي حق أنوثة. نعطيكم مثال، شحال من وحدة دوكا وعلى بالي نصكم راهم داروا هذا الأمر، تكون قاعدة مع رجلها في كاش ريستورون ولا برا ولا راحت شوبينغ ولا أي بلاصة، المهم وتجوز كاش مرا شابة ولا تكون قاعدة قدامك كاش مرا شابة، وتبدا هي على غزرت فيها وراك تغزر فيها ومنا. هو الحاجة الأولى اللي راح يديرها يعني راح ينكر، يعني هو ناكر ما راحش يقولك ايه غزرت. كي يكون غزر راح يقولك لا ما كنتش نغزر، كنت من هيك ولا كنت نخمم، ولا يجيب لك هاش سبة باش يكذبك. وتيه فما وش حديري لا راح تصغاري قدامه، ومادام درتيها له في راسه خلاص قادر هو يكون ما ينتبهش على ذاك الامر، انت تروحي تنبهيه وتبيني له بلي هذيك الانسانه راهي خير منك. خلاص وكا كي درتيها له في راسه بلي هذه الانسانه راهي خير منك، وتبيني له بلي انت انسانه ناقصه، ويعني كشغل تقلي من نفسك خلاص، يعني تولي تتكركري كما يقولوا. لا مهما يكون جامي ما قري شفتيه تخليها في قلبك تحرق نورمال، بس ما نبينلكش باللي غرت. لا خاطش دوك اي مرة تغير، انا عارفين دوك هذا راجلها وتغير، ورجال بالطبع تاعو يغزر، نديروها وشاف كاش مرة ولا يغزر ما راحش تشديه. ميتية لازم تكوني واثقة في نفسك حنونة على هذيك فاش خير منك، باش تيا زعما كل وحده واش طاها ربي، ما كاش وحده ماشي شابه يكذب عليك. كاين اللي ما تتهلاش في روحها، ما كاش وحده ماشي شابه، كاين بنات ما يتهلاوش في رواحتهم. وكنتي راني قاعده دوك هو فما النظره الاولى خلاص يدير في راسو باللي تيا راكي ناقصه، وهذو البنات راهم خير منك وانتي راكي ناقصه عليهم، وهذوكم شابين عليك وكي غايره منهم. هنا راكي قللتي من قيمتك وخلاص، وتبقاي تكرهي له في حياته حتى يندم من نهار اللي قعد معاك وندم من نهار اللي خرج معاك، يولي ما يخرج يقول لك غير هاك غزرت هاك شفت. لا يغزر، خليه يا بنتي يشبه غزير، خليه تيا واش راح لك فيه. المهم انا نبين له دائما باللي انا ما كاش وحده خير مني، انا هي كل شيء. دوك ثاني تصيبي واحده اخرى زعما تروح تدير واحد الصوالح هذوك ولا مخك يحبس، زعما اني شينت، اني سمنت، هاو خرج لي الحب في وجهي، هاو طاح لي شعري، اني هكا وش بيك بالك الصوالح يكون راجلك منتبههمش فيك، كي تروحي توريهم له بلي شوف فيا ذو الصوالح. جامي تبيني راجلك بلي فيك عفسه عيانه، جامي
دايما انا شابه لاشي انتي شي انت راني هايله، لا سمنتي سمنت راني زدت تشببت، لا هكا. المهم الشكري نفسك مهما يكون، وحبي روحك مهما يكون، وبينيلو باللي انتي ما كاش كيما تي. دوك هو كي يشوف هكاك، خاطر شحال مشفتوش بلي شحال من الواحد زعما يجوز عليكم تصايبيه هو الله يبارك زعما في الزين الشباب، ومرتو متبانش معاه كامل، تقولوا كيف هذا مع هذيك. علاه؟ شخصيتها حنونة فارضة، شخصيتها كي تكون ما كان والو ترد روحها قدامه، هي كيما يقولوا ما كاش لي كيما هي في البنات، هي البوبية تاع البنات. علاه؟ هي فارضة شخصيتها، مبينت له، مريت له صوالح، محبت له روحها حتى يولي هو يحبها بالسيف. انا شابه انا هكا، انا ما كاش كيما انا ما كاش لي تديها لي، ما كاش. المهم يدير في راسو الراجل شغل كي الذري صغير يرفد في راسو، واش تهضري يرفد في راسو، يولي يشوفك هكاك لا كرهتي روحك يكرهك، ولا رحتي بينتيلو باللي زعما واحد اخرى خير منك، خلاص هذيك هاو دايره في راسو باللي خير منك، لا خشتي بينتيلو، ويولي يشوفك تي ناقصه، ويولي يشوفها بلي خير منك، ويولي كومباري، خاطش تيا رحتي بينتيلو، تولي خايفه علىك تغزر فيها، على راك منا، علىك هكا، خلاص يولي يعرف باللي هذيك الانسانه مادام انتي راكي انخلعتي وقلتي له على درت هكا، باللي تي وراكي مخلوعه فيها، يعني هذيك الانسانه خير منك. لا لا حنوتي، دي اكبر غلطه واللي دارتها بهلوله، صدقوني غير بهلوله وخلاص، يعني راهي دارت الطامبو على روحها باللي هي راهي قليله، وهي راهم كاينين خير منها. فهمتوني؟ لازم تكون عندكم شخصيه قويه، وجامي طيحيني فيك في التراب. قلت لكم كي تشوفوا في قلبك تحرق، لا خاطش هذيك الهضره، غير هذيك الكلمه على غزرت فيها ما راح تبدل والو، راح تروح بالسلبي عليك تي برك، هو راح يكذب وزيد راح تبيني له باللي انت ماكيش دايره ثقه في نفسك، خلاص درتي طامب. دوكا ما قريت تبدلي عقليتك، خلاص جامي متبينيلوش نورمال عادي. كي تشوفيه ولا يقول لك وزر عادي على هذيك خير مني، هذيك فاش تلحقني شاب عليها، يقولوا له كامل نلبسوا، ولا يقولوا كون نلبس نواسي تولي متبانش كاع قدامي. شكري روحك. هذه الحاجة الثانية. الحاجة الثالثة هي حب الذات. كما يقول لك بالعامية ذاك المثل، قيمي روحك يقيموك الناس. لازم الوحدة تكون تحب روحها ومقيمة روحها. صدقوني اللي تكون تحب روحها يعني تحب ذاتها، تصيبوها هي كومبلي طاقة إيجابية، تتجاوز على كامل المشاكل اللي في حياتها عادي نورمال، يعني ما تصيبش كامل مشاكل في حياتها. علاه؟ لغاش إنسانة تحب ذاتها، تخاف على روحها، مقدرة روحها، يعني هي دايما تصيبوها في طاقة إيجابية. مادام دي تحبي نفسك يعني تقدري تتجاوزي أي صعوبات وأي مراحل. هذه حياة طيحة ونوضة، يعني تصيبيها كي يجوز عليك يامات تفشلي فيهم، يجوز عليك يامات تنجحي فيهم. مي كي تكوني تحبي ذاتك هكايا، الصعوبات هذوك ما راحش يضروك، وراح تتجاوزي هذيك المرحلة. لاخاطش ما كاش حاجه كيما حب الذات تصيبيها. كالمدربين وذوك الاخصائيين النفسانيين دائما ينصحوك بحاجه تاع حبي ذاتك، قيمي روحك، حبي روحك. يعني هذه النقطه الاولى فيك باش جامي تفشلي في حياتك، تكوني دائما ايجابيه مع نفسك، وحتى حاجه ما راح تضرك. وصدقوني البنات، يعني من تجربتي كنصيحه، حب الذات حاجة مهمة في المرأة. اللي تصيبها تحب روحها تقولك أنا نحب روحي، نموت على روحي، تحب روحها، تحب ذاتها، مقيمة روحها، 99% من المشاكل هذوك اللي تجوزهم يعني راح تتجاوزهم بسهولة، وما راح تنضر كامل في حياتها. يعني حب الذات حاجة مهمة في كل أنثى. حبي روحك، حبي ذاتك، قيمي روحك. لازم روحك تكون عزيزة. أنا نحب روحي على كل حاجة. لازم تكون نفسك انتي الأولى، لازم تكوني أنانية مع روحك. أنا نفسي نفسي نفسي، لازم تحبي نفسك وما تفضلي حتى حاجة على روحك. كيف فاهمة؟ لازم تحبي نفسك، ولازم تكوني دايما مفضلة نفسك على كل حاجة. وعندي قاعدة تقول يعني كل ما تقيمي روحك أكثر وتحبي روحك أكثر، كل ما حياتك راح تتحسن للأحسن وراح تتطور أكثر فأكثر. يعني حب الذات حاجة مهمة،
وهو منهج حياتك شغل من خلال تاعو تقدري ديري كامل الابداعات تاعك، تخرجي هذيك الطاقه تاعك، ديري اي حاجه حبيتيها. يعني هو حاجه مهمه في كل انسان، يعني سواء المراه ولا الراجل لازم الانسان يكون يحب ذاته، يعني هذاك الانسان راح يكون ناجح في حياته. النقطة اللي بعدها اللي راح نهضروا عليها هي المقارنة. اللي تحب ذاتها هي إنسانة ما تتقارنش، ما تقارن روحها بحتى وحدة، جامي تقارني روحك بواحدة أخرى. يعني الإنسانة اللي تكون صح تحب روحها تحب ذاتها تبيها عايشة حياتها، هي عايشة لروحها مشي عايشة للناس، لروحها يعني تحب الأهداف تاعها وما على بلاش بالناس. هي إنسانة تحقق أهدافها ولا تلتفت للآخرين، يعني حتى لو سقطت حتى لو فشلت ما على بالهاش بالآخر، مشي تحقق الأهداف تاعها لخاطش واحد آخرين حقوهم، لا لا، تحقق أهدافها هي. أما الإنسانة اللي عندها حب ذات زائف تصيبها تزير على روحها وتقتل في روحها بهذاك الحسد والغيرة، ولا حب الانتقام، ولا حب اللي انا اثبت لهم باللي انا ثاني راني ندير كيما توما وانا ثاني عايشه كيما توما، وحب اني اثبت لهم وجودي، ومن بعد غير يتلفتوا لي هذوك الناس ويشوفوا كلش، تعاود تنخفض الطاقه تاعها وتعاود يعني كما اقول لك تعاود تولي كيما كانت وتعاود تفشل وتعاود تعيا. وهذه من أصعب حاجة. يعني حب الذات الزائف راح يعييك، راح يتعبك، راح يمرضك، لخاطش هذه حاجة مشي فيك انتي، حاجة مزيفة ما راحش تقدريها. يعني استمتاع بالهدف مؤقت، غير تفوت تشفي هذاك الغالي تاعها، تعاود تنخفض الطاقة تاعها وتعاود تولي للحقيقة تاعها. وكي تعاود تنخفض الطاقة تاعها من جديد تعاود تولي تحوس على شيء آخر باش يقهرهم وهي رايحة، يعني تبقى في هذه الدوامة. يعني المقارنة شيء متعب جدا، ما كاش حاجة راح يعني تفابليك وتفيدي لك حياتك كيما المقارنة، لاخاطش لهنا ما كيش تحقي في أهدافك تاوعك، كي تحقي في أهداف الناس وتخدعي في روحك باللي هذو هما أهدافك انتيا. يعني أهداف زائفة، أهداف من أجل الآخرين، مشي أهداف اللي صحتي عايشة فيها وصحتي اللي حابة يعني تحقيها. تبقاي عايشة للناس وتشوفي للناس وتعاندي في الناس. أنا أصلا هذوك منشوفهمش نجاحات، نشوفهم جيست أهداف كشغل أي وحدة تقدر تديرهم، برك هي تشوفهم كشغل هذوك حاجة كبيرة ونجاحات، وهي أي وحدة تقدر تديرهم عادي. لاخاطش انا النجاحات بالنسبه ليا ماشي كي تحققي الاهداف تاعك وكل شيء، النجاح بالنسبه ليا كي تكون الانسانه تحب روحها وفرحانه بروحها وفخوره بنفسها، يعني عاطيه قيمه ذاتها، ميجيش اي واحد يبدل لها القيمه تاعها، يحب يطلعها كيما يحب ولا يهبطها كيما يحب، عاطيه قيمتها دائما لروحها وفرحانه بروحها، حتى واحد ما يقدر ياثر فيها. يعني مهما نجحت او فشلت صبيها دائما انسانه فرحانه بروحها وفخوره بنفسها وعاطيه قيمه لروحها. ليسونسيال تبيها عايشه روحها لذاتها وجامي تقارن روحها بالاخرين. اللي تحب ذاتها ما تتقارنش، جامي تقارن نفسها بانسانه واحده اخرى. نقطه اخرى هي تعامل الذات في النجاح او الفشل بنفس الطريقة. يعني زعما كوحدة اي نجحت في حياتها تفتخر بروحها وتفرح وكل شيء، مي اذا فشلت ما تبقاش تسب في روحها وانا انسانة فاشلة وانا زيادة وانا مندير والو، يعني تبقى تدمر في نفسيتها، لا لا، يعني تفتخري بنفسك، تحبي نفسك سواء في النجاح ولا الفاشل. راكي غلطتي، راكي خسرتي، تمدي لروحك فرصه نورمال. قلت لكم هذيك الطاقه الايجابيه اللي تكون فيك وكي تحبي روحك يعني تسلكك من شحال من المشاكل، صدقوني تفوتي على ذوك المشاكل ما تحسي لهمش كامل. مي اذا كنتي انسانه هذيك بالخف زعما لا خسرتي ولا ما على باليش تدمري نفسك تولي في كآبه وانا خلاص وانا ما نصلحش، تولي تكتلي نفسك بهذيك الطاقه السلبيه حتى خلاص تيبالك تكوني قادر على ذاك الشيء تولي ما تقدريوش عليه، راكي هيأتي نفسك باللي تيا يعني ما تصلحيش، تي ما راكي تحت حاجه، لا لا،
مي كي تكوني تحبي روحك وعاطيه لروحك، يعني ترحمي روحك والانسانه اللي ما ترحمش روحها ما تصيبها رحمه حتى واحد، لا راجلها لا ولادها لا حتى واحد، هي نفسها ما رحمتهاش كيف راح ترحم واحد اخر؟ لا لا، الانسان لازم يمد فرصه لعمره، دايما يكون بطاقه ايجابيه، يكون ايجابي، تخمامه ايجابي، دايما كشغل الحياه تاعك تصيبيها سهله. كي قلت لك كي تفشلي ما راحش تنضري، لاخاطش دايما راكي ايجابيه مع نفسك. مي اذا دمرتي روحك بالطاقه السلبيه صدقيني ما راح تديري والو في حياتك، تبقاي تتخبطي وتبانيكي في نفس البلاصه وما تديري حتى حاجه في حياتك. يعني الانسان اللي تحب ذاتها تصبر على روحها في كل شيء، في رحلة التطور، في إخراج هذيك الطاقة السلبية، زي ما عندها كش صوالح ولا حزن راهو هكا في قلبها، ولا تمر في مرحلة صعبة، لازم تمد وقت لروحها، لازم تمدي وقت لنفسك باش تقدري تعاودي توقفي من دارة وجديد. خاش كاين بزاف شو البنات صيبها تحطم روحها بروحها، لا لا، مدي وقت لنفسك، حبي روحك، اعطيها فرصة، اعطيها وقتها، اعطيها، كوني دايما هكايا تقدري تتجوزي اي مرحلة وحتى حاجة ما تصعب عليك. نقطة اخرى، الانسانة اللي تصيبوها تحب ذاتها دايما تكون في اعتراض ايجابي. وش معناتها اعتراض ايجابي؟ وما دام كان اعتراض ايجابي كان اعتراض سلبي. كاين ناس عندهم رضا كاذب بالواقع تاعهم. مش معناتها رضا كاذب؟ يعني لا الواقع تاعها عجبها، ولا خدمتها عجبتها، ولا معيشتها عجبتها، حتى حاجة ما راهي عجبتها، تحس انها تستحق اكثر من هذا، مي تبقى تمثل، يعني كما يقولوا باللغة العامية تلعبها باللي هي راضيه مع في معيشتها وراي مهنيه وكل شيء، مي من الداخل راهي العكس، يعني حتى حاجه ما عجبتها. وقدام الناس كي تسقسيها ولا تقولك ايه الحمد لله الحمد لله، وهي من الداخل غير تشوف كاش واحده هكايا عايشه خير منها، تحب تعيش كيما هي. ولكن هذا الإنسانة لا تحرك ساكنا، يعني تبقى تقول لك غير القناعة كنز لا يفنى والحمد لله ومنا، تبقى في حالة قبول من برا واعتراف من الداخل. الو هذه الانسانه ما راح تدير والو في حياتها، لاخاطش كي تسقسيها ولا تقول لك مع الظروف مع الوقت بالك تسقم حالتي، وهذا هو الاعتراض السلبي. يعني لازم ما تعاملش بهذه الطريقه، لازم كما يقولوا تنوض وتنفض الغبار على روحها، لاخاطش اذا ما نفضش الغبار على روحها ما راح تدير والو، تبقى تعس غير في الناس وتبقى تمرض غير في روحها. فوالا البنات كما قلت لكم هذا هو الاعتراف السلبي. اعتراف السلبي كما يقول لك شغل كما يقولوا بالمصريه القارف من هذه المعيشه والمكوث بدون ما تحركي ساكنه، يعني قاعده مربعه يديها وتغزر وقاعده غير هكاك ما دير حتى حاجه، قاعده غير تلوم في روحها، وبهذا راح تولي في تدمير ذاتي وراح تدمر حياتها برك. وهذه الانسانه مستحيل تكون تحب روحها، لاخاطش اللي تحب روحها ما تديرش هكايا، لاخاطش الانسانه اللي تحب ذاتها تعترض، ولكن اعتراض ايجابي. اعتراض ايجابي هو انه ما هيش عجبتني هذه المعيشه، ما هي الاشياء اللي نقدر نديرها باش نغير هذه الحاله اللي راني فيها، يعني دير خطوه باش تسي تغير، مشي قاعده ومربعه يديها وتسنى في الحاجات تغير وحدها، لازم هي تدير الخطوة تاعها، تدير المجهود تاعها باش تغير من الذات تاعها. اللي تحب ذاتها تصيبها تنطلق، تتعلم، تسأل في كل مرحلة، تصيبها تسأل كيف ندير هكا، كيف ندير هكا، كيف نغير من هذا الشيء، يعني تصيبوها واقفة مع روحها، مشي قاعدة غير هكاك، هذيك راهي تدمر في نفسها، وهذيك ما راح تدير حتى حاجة في حياتها. بالعكس الإنسانة اللي عندها اعتراف إيجابي تصيبوها ناجحة في حياتها، كشغل ما تقبلش بالخسارة، وتصيبوها دايما تافونسي وتحوس على صوالح باش تنجح دايما وتخرج من هذيك المرحلة. بالمختصر الإنسان اللي عندها الاعتراض الإيجابي حاسة نفسها ملكة وما تقبلش يعني بحاجة أقل من قيمتها، كشغل دايما تصيبها تعترف، دايرة قيمتها هي في كل حاجة، كشغل جامي تقلل من نفس تاعها، تصيبوها تصنع لنفسها من كل شيء جميل وأحسن وأفضل. بالعكس لو خلاص يبقى دايما مذلولة ويزيدوا الناس يكملوا عليها، يزيدوا يذلوك، ياك يشوفوك هكاك يزيدوا يكملوا عليك ويزيدوا يذلوك وينقصوا من قيمتك. بالعكس تكوني تيا دايرة قيمة لروحك وما ترضايش بالقليل.
فوالا، النقطة اللي بعدها هي المحيط الداعم ولا الصحبة الداعمة. يعني اللي تحب ذاتها ما تصيبهاش تقضي وقتها يعني مع مهما كان، بالنسبة لها الوقت تاعها ثمين، وعندها كشغل تعرف مع من تجوزو. تصيبوها إنسانة محترمة جدا لذاتها ومنتقية. وش معناتها منتقية؟ يعني تخير واش يخرج عليها وتخير الصوالح كيفاش تجوز نهارها، ماشي غير صادمة هكاك، منظمة وقتها، عارفة واش راهي دير، ماشي غير عايشة هكاك ويا ماتها مجايزين هكاك. عندها هدف في حياتها، عندها حاجة في حياتها يعني تديرها وتشوف فيها، عندها نظرة للمستقبل، عاطية لروحها قيمة وعاطية الوقت تاعها قيمة. ماشي واش جات تتفرج مع من جات تروح مع من جات تقعد. كشغل منتقية، عندها وقت، منظمة وقتها وحياتها وعارفة واش راهي دير، ودايما تصيبها تختار لنفسها الافضل. شغل تعلمو نفسها عزيزة، دايما تحبها الحاجة الشابة، ومشي اللي جات تصاحب ومشي في اي موضوع تحكي. شغل دايما تصيبوها تحكي في مواضيع مهمة، مشي اي موضوع تدخل روحها تبدا تهدر. شغل الانسانة تحب ذاتها وراكم عارفين عاطيه روحها قيمه وعارفه واش راهي دير. يعني وقتها تصيبوه ليها ماشي للناس، ومشي اي واحد يجي يضيع لها وقتها ولا يقدر يدي لها من وقتها. تعرف مع من تهدر وتعرف مع من تقعد وتعرف فواش تهدر. تبغى تهدر في كيما نقولك مواضيع متطوره هكايا لي سوجي صوالح شغل ملاح، مش غير تلبز واي هدره تهدرها ولا اي جماعه تقعد معاها ولا اي حاجه تشوفها. لا لا، شغل دايما تصيبوها عندها صوالح هكا في حياتها ولا دي مود دو في، شغل طقوس ديرهم هكا ولا جوالات ولا تروح هكا في رحله، تروح تتامل تريح. شغل تحب نفسها لواحد الدرجه، يعني كيما يقولوا مدلتها مقيمتها مدلتها كيما ذاك البيبي الصغير. عطيت لها وقتها، وقتها عزيز، هي عزيزه، كل حاجه يعني فيها كيما يقولوا ثمينه. وبالعكس بالإنسانة الأخرى دايما تمد تحكي كل شي، تهدر كل شي، يعني ما تطلق حتى حاجة. وفي بالتالي تصيبي الناس كامل ذلتها وواحد ما مدلها قيمة. لازم تمدي قيمة لروحك ولازم تكوني عزيزة ومشي غير الصادمة وخلاص وطالقة روحك. لازم تكوني كما يقولوا مرزنة وقتك وقت وهدرتك هدرة، تعرفي وين تهدري، تعرفي وين تضحكي، تعرفي وين تشاركي في الموضوع، تعرفي وين تجبدي روحك وتسكتي. لازم تكوني عارفة مليح كيفاش ديري جي حياتك، ماشي غير الصادمه هكاك وخلاص. من دا هكاك الناس كي يشوفوك هكاك ما كاش راح يمد لك قيمه، يقولك هذه بهلوله وهذه هي جايحه ويشوفوك ما عندك حتى قيمه. لا لا، لازم تمدي قيمه لعمرك ولازم تكوني عندك شخصيه وعندك كاريزما في المجتمع. بالعكس الانسانه اللي تكره ذاتها تصيبها انسانه ايبويزي، يعني انسانه مستنزفه طاقيا، قاعده نهار كامل غير تمد 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 تمد. دايما هي في مخليه روحها هي التاليه، هي في ذيل القائمه، ما تمدش كامل وقت الروحه. وتصيبوها ما تحبش ذاتها، كارها روحها، تمد غل الناس وقاعده حياتها وهي كامل تتحمل 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 تتحمل. بالعكس الانسان اللي تحب ذاتها تصيبوها تعتني بالجسم تاعها، بافكارها، بقرايتها، بكل حاجه محيطه بها، ومن بعد تولي تشوف في هذا الكون كامل كل حاجه راهي تخدمها وتستفيد من هذاك الشيء. فوالا نروح للنقطة اللي موراها، هي المعايير العالية. يعني الإنسان اللي تحب روحها تصيبها دايما عاطية واحدة القيمة لروحها والزايدة في روحها، كما يقولك التيفية دايما هي الفوق، حاسة روحها دايما مكرمة من عند الله سبحانه وتعالى، وجامي تحس يعني بالنقص ولا جامي شافت باللي إنسان واحد أخرى هذيك خير منها، ما تشوفش باللي الناس افضل منها. والثاني ما تستصغرهمش، لخاش كاين شي ناس تحب ذاتها كشغل بصيغه التكبر، يعني كشغل بين حب الذات هذه والتكبر كشغل شعره بيناتهم. انتي ماشي تستصغري الناس زعما كشغل نتوما ما كاش وانا خير منكم، لا لا، نحي الناس من بالك، ديري روحك تيبر. انا حب روحي، انا مليحه، انا هكا، انا فوق كل واحد، مي ما نستصغر حتى واحد. فهمتوني كيفاه؟ ما تستصغريش الناس، حبي روحك لروحك، ما تقليش من انسان واحد اخر، لانه الانسان اللي تحب ذاتها عايشه توازن. يعني ما تشوف الناس يعني اصغر منها، ما تشوف هي روحها خير منهم.
راكم فاهميني كيفاك شغل دايما شوفي روحك برك، مي متقارنيش روحك مع واحد اخر، انا عايشه خير منك، انا ديني خير من دينك، انا يا حياتي خير من حياتك، انا لا جامي. تشوفي لنفسك برك، مي متقارنيش روحك مع واحد اخر ولا تستصغري اي واحد. عكس اللي تستصغر روحها ما تحبش روحها تصيبوها ديما خايفه من الناس، شوف في الجماعه جبت روحها تصيبوها متشارك، تقول لك ما نعرف نهدر، ما نعرف نواسي، بالك كشلوغه ولا ما نعرفش ولا كشغل، تصيبوها دايما خايفه ومتجبده، وواحد اخر يحس عليك باللي تي راكي كشغل راكي مقله من نفسك. خاطش كاين فرق بين انسان زعما يكون عنده هكا كاريزما تاع انا ماشي نطلق روحي كامل، ومن انسان ديك تاع دخيه روحها وخايفه هكا، دوك واحد اخر كشغل كاين ديك لغه العيون، لغه الجسد، كشغل تشوفيه تعرفيه اسكو راه خايف ولا راه هو زعما طبعه هكاك جاي مرزن ولا خايف من الناس من الجماعه. لا لازم تكوني عارفه كيف دايره موازين في حياتك وتعرفي كيف تتصرفي، ولازم تتاقلمي مع كامل الاجواء، تعرفي دائما كشغل كيفاه وين تجيك هضره هضري، وين زعما بلاصه زعما تحسي يكوني زعما بالاتيكيت هكايا، شو لازم تعرفي كيف ديريجي مع حسب المحيط اللي تكوني فيه. كاين اللي تبغى تكلف روحها زعما ديك الجماعه ولا هما يهضروا فرنسي، انا ثاني نعصر روحي ونهضر فرنسي ولا لونجلي، وهي تكلف في روحها، يعني هي ماهيش تاع داك الشيء مي تكلف في روحها باش الناس ما يستصغروهاش. مي انا لا انا نهضر كيما انا نهضر كيما نحب، كيما راني، اللي يحبني يحبني، اللي ما يحبنيش ربي يسهل عليه، شو ماشي نبدل شخصيتي ولا الاخر تاعي زعما باش نعجب الناس، انا شخصيتي هذه هي ونهضر هكا. نتوما تهضروا بفرنسي انا نهضر بالعربي، ماشي لازم نتوما تهضروا بفرنسي انا ثاني نهضر فرنسي، باش زعما ما نكونش صغيره ما تبانوش خير مني. نهضر كيما راني، تحبيني كيما راني، ما تحبينيش كيما راني، ربي يسهل. لازم ثاني تكون عندكم شخصيه كيف ما تبقاوش تعذبوا في رواحكم وتلعبوا فيها وانتوما ما راكمش قاع تاع هذاك يعني لونتوراج، وما راكمش تاع هذاك الشيء. انسان لازم يشد في شخصيته، تكون عندك شخصيه، تكون عندك كاريزما كيما تيتي تمثلي روحك، انا هكا دايره، انا ماشي نعاند واحده اخرى زعما واحده اخرى تهضر فرنسي ولا انا لازم ندير كيما هي، واحده اخرى دير هكا وهكا تلبس هكا انا لازم نلبس كيما هي، واحده اخرى ستيل تاعها هكا لازم ندير كيما هي. كل وحده لازم عندها حاجه، يعني حاجه ميزتها، كان لي شخصيتها ميزتها، ستيل تاعها ميزها، الكاريزما تاعها ميزتها، طبايعها، هضرتها، مشيتها، كل وحده عندها حاجه سبيسيال ميزتها هي. كان لي بها تقلد تروح من هذه ومن هذه تشوفي هذه ندير هكا، لا ندير كيما هذه، مي هذه ما تروحيش ليها بعيد يحسوك باللي راكي انسانه مصطنعه، ماشي يعني هذيك الحاجه راهي فيك صح، انتي انسانه هكاك مصطنعه، شو تحبي ديري كيما واحد اخرين، تحبي تبيني تعيي روحك وتكلفي روحك باش زعما قدام واحد اخرين ديري صوالح زعما انا ثاني كيما نتوما. عيشي حياتك كيما راكي عادي نورمال بشخصيتك، ما تبقايش تصطنعي وتمثلي، خاطر الانسان اللي يمثل يبان وتحسي عليه باللي يعاند فيك يدير صوالح كيما تي شو دوكا غير ما يقول لك لغه الجسد من الصوالح منا، دوك تي انسان عرفتي هكا حتى تولي تشوفي فيه صوالح بداو يتبدعوا باينه باللي راهو يقلد راهو مصطنع، واكره انسان هذاك شو حسوه ضعيف شخصيه وواحد ما راح يتقبله يعني في المجتمع. فوالا لازم تكوني انتي كيما انتي، انا هكا دايره، قبلتوني ما قبلتونيش، انا فارضه روحي، فارضه شخصيتي، فارضه الاخر تاعي. كان الهوى اللي يجي يديه يروح، يعني الهوى اللي يديه يروح معه. حتى في الهضره تصيبها كل شغل عقليتها تهدر معك هضره على انها زعما كذا وكذا وكذا، وما تصيبها في جماعه زعما يمدوا راي تقول لهم ايه زعما كيما راي تاعكم، حتى في هذه ما عندها شخصيه. انا ويكونوا كاع زعما متفقين على امر، انا شفت بلي هذاك الامر انا ما عندي نظريه تاعي كشغل ماشي كيما هما، نقول لهم باللي لا زعما هما كاع يشوفوا فيها خضره انا نشوف فيها حمراء، نقول انا نشوف فيها حمراء، انا ما نهضرش كيما تمشي الهوى اللي يجي يديني نروح معاه، نهضر فرضة شخصيتي، نشوف الحاجة اللي راني نشوف فيها أنا، نمد رايي نمد الآخر تاعي وتكون قدام 20,000 واحد نهدر زعما هذيك الحاجة شفتها باللي مشي هكا، نقول مشي هكا، حتى لو كان كامل يقولوا باللي هذه هكا، أنا شفتها مشي هكا نقول مشي هكا. المهم أنا شخصيتي فرضتها ورايي نمدو، مشي أي واحد يمشيني على حسابه، لانه اللي فارضه شخصيتها وعاطيه قيمه لروحها هذه حاجه فيها هي، ماشي جايبتها من عند الناس، يعني هذه حاجه فيك انت
تكوني فخورة بهذا الشيء، وتكون عندك شخصية وعندك مكانة وعندك دور في المجتمع. بالعكس، الانسان اللي ماشي عندها قيمة في ذاتها تصيبها دايما تشحد على الناس. اعطوني قيمتي، قيموني، هضروا معايا، شوفوا فيا، ما على باليش زعما ارضاو عليا منا. لا 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 لا، حنونتي قيمتك قيمتك، شخصيتك شخصيتك، وواحد ما يفرض عليك حتى حاجة. تشوفيها كحلة كحلة، تشوفيها بيضة بيضة، واحد ما يقولك ديري هاك واحد ما يقولك ديري هاك. ديري واش يخرج عليك وواش يساعدك، وعيشي حياتك، وهدرة الناس كامل ارميها. حبيتي تعجبيهم ما تعجبيهمش، هذاك الشي شغلهم. المهم تيمبوزي روحك وفارضة روحك. لانه ثاني كاين نوع واحد اخر ثاني، الانسان اللي متحبش ذاتها تصيبو هاك شغل تتاقلم من مع الهضره تاع الناس. يقولولها كي شابه يطلع لها المورال، يقولها ما كي شابه المورال يهبط لها، يقولها درتي عفسه مليحه تفرح، يقولها لا لا محسوب صوالح عيانين ولا ينتقدوها تكسر الدنيا. لا 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 لا, لا. لازم تي دايما فرحانه بروحك وقابله روحك كيما راكي، وفارضه شخصيتك وفارضه رايك وفارضه الوجود تاعك. والإنسانة اللي ضعيفة شخصيا واللي متحبش ذاتها اونت بارونتاز هي إنسانة عاطية تيليكوموند تاعها للناس. كل واحد يمشيها كما يحب، اللي يحب يطلع، اللي يحب يهبط، اللي يحب يدني، يعني تتمشى على حساب الناس. عكس الانسان اللي تحب روحها تيليكوموند تاعها في يدها. هي كتحب تطلع تطلع، هي كتحب تشعل تشعل، هي كتحب تطفي تطفي. هي تتحكم في روحها، حتى واحد ما يقيديها، حتى واحد ما يفرض عليها رايو، حتى واحد ما يقولها ديري هكا ولا هكا. اللي في راسها ديرو، واللي يخرج عليها ديرو، واللي تشوفه هو مناسب ديرو. ما تمدش كامل المجال لواحد اخر باش يفرض عليها رايو ولا يقولها ديري هكا ولا ما ديريش هكا. هي تتحكم في روحها وهي تديريجي صوالح. كلام الناس الايجابي تقوله ميرسي، والسلبي حاشاكم ترميه في الزباله ولا كانه تقال كامل. يعني كيما يقولوا يدخل منا يخرج منا، ما ديروش كامل في الحساب. لانها دائما تحس روحها متعاليه عن كلاب النابحين حاشاكم. يعني هضرتهم تدخل منا تخرج منا. انا خير منكم، انا متعالي عليكم، ما لباليش كامل بهضرتكم. لازم دايما 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 ثقة في النفس البنات. لازم دايما ما تخلوا حتى واحد يتحكم فيكم. لازم تكوني فارضة شخصيتك في المجتمع في هذا الوقت. هذا الوقت تكون ما تكونيش فارضة شخصيتك، صدقوني كما يقولك ياكل لك الدود بالعامية. كون ما تكونيش فارضة شخصيتك. هذيك زعما الانسان العاقل والانسان اللي يحشم يحي، هذا كيديروا فيك كثير. لازم تكوني، لازم تنحي ذي القناع. امشي بطريقه دوكا سياسه هكا، حياتك هكا، تقادرني نقادرك، ديباسي لي ليميت معايا نديباسي لي ليميت، تحبني نديرك في عينيا، تحب تنقص من قيمتي قدام الناس ولا تذلني نحطك في حدك، يمدلك كلمه مديله 10. هذه هي، ما كاش زعما كشغل هذيك زعما كي يقول لك لا تقابل السيئه بالحسنه. ايه بصح في هذا الوقت ما يرحمش. هذا الوقت لازم تحكمي السيار وتصيري. اللي يحبك حبيه، اللي قادرك قادريه، ديريه في عينيك. اللي قلل من قيمتك قلي من قيمته. مهما يكون اي واحد في الوجود يجي يقلل لك من قيمتك ولا سورتو ديك ديباسي لي ليميت معاك حطيه في حده. الا الوالدين، انا عارفين دوك بيان سور الوالدين ماشي لازم، دوك الوالدين ما كاش كاع كيف تلحقوا ليهم. والديكم في عينيكم. مي اي واحد ابار الوالدين، اي واحد مهما يكون يجي يحب يقلل من الاحترام تاعك، جامي 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 تسمحي له. خجل سمحتي مره خلاص، جامي تسمحي. دائما حطيه في حده. قلت لك مهما يكون. هذه هي دوكا ولينا في وقت هذا هو. تقادريني تحترميني نحترمك كل شيء، ما تقادرينيش انتي في حدك وانا في حدي. تلحقيني ديباسي لي ليميت، ديباسي الخط الاحمر معايا نديباسي معاك 10، حطك في حدك. هذه هي دوك العقلية اللي لازم تمشوا بها. جامي تسمحوا في حقكم. نفسكم لازم نفسك تكون عزيزة. نفسك ما تقبل بحتى إهانة، بحتى تنتقدك ردي لها الصرف تاعها، تنتقدك ردي لها الصرف تاعها. تبات فيها وما تباتش فيك. هي ما حشمتش انتقداتك وهي ما حشمتش دي باسات لي ليميت تاعها معاك، وانتي تحشمي لا تردي لا لحنو انتي انا تهضرين هضر.
تتقادرين قادر، هذه هي هكا، هذه العقليه اللي لازم تمشي بها في هذا الوقت. لا حبيتي الناس يقدروك في هذا الوقت، لاخاطش دوكا اللي تحشم وتسكت على حقها وتبقى عاقله يا حي، هذيك ما يغزرش فيها كاع، ما يشوفكش عاقله ومحترمه، يشوفك بهلوله وجايحه. خاطش كان انسان كشغل يكون مقادر نفسه، هو موش تخلطي فيه ولا صح يجبد العيوب تاعو يوري لك الوجه الاخر، مي هو كانسان كان اللي محترم يردوه ماهوش محترم، هما يردوك العباد كيما يقول لك يردوك ماشي مليح، ومدا يقول لك تعالى ماكش مليح. لا تلحقك كل واحد حطه في حد وتقادرك، اللهم بارك. هذه هي لازم العقليه تمشوا بها، خاطر دوكا الوقت راهو ما يرحمش. وفوالا هذه هي، لاخاطش الانسان اللي تحب ذاتها والانسان الناجحه في حياتها تصيبو دائما موراها منتقدين، ودائما الناس يهضروا فيها وتي هكا يحبوا يدمروها، مي هي اي عارفه روحها واش تسوى. هذاك الهضره يعني ما يشتكزيستي كامل، بالعكس يقول لك كي يهضروا في ظهرك عارف باللي راك في القمه. فما كيفك شغل كتصيب هاك الناس بزاف تنتقدك ومبرونشيت لك بزاف، عارفي باللي كيف القمه، عارفي باللي كي قهرتهم، عارفي باللي يعني ما قدروش يلحقوا لك، ما لا يحبوا يديروا فيك عفايس عيانين زعما باش يشوهوا لك الصوره تاعك. مي انتي كي عارفه روحك واش تسواي وكي عارفه قيمتك وكي فارضه شخصيتك، ما تهمك حتى هضره واحده اخرى. دائما تشوفي روحك في العلالي، تشوفي روحك انتي كيما يقولوا مميزه، تشوفي روحك انتي كل شيء، حتى حاجه ما تهمك وحتى حاجه ما حتقيسك وحتى حاجه ما تدمرك، ما دام انتي انسانه. انا نحب ذاتي، عندي شخصيتي، عندي كاريزما تاعي، نحب روحي، هذا هو الصح. حاجه واحده اخرى ما تهمنيش كامل، لان الانسان اللي تحب ذاتها ماشي اي كلام يدخل راسها، لأنها إنسانة غالية ولا تقبل إلا بالغالي والثمين. هذيك الهضرة السلبية ما تدخل من تخرج من، ما تكزيستيش معها كامل، ما تأثرش فيها كامل. لاخاطش أنا إنسانة عارفة روحي واش نسوى وعاطيه روحي قيمه ونحب روحي، ومشي اي هضره تاثر فيا، يعني بالعكس تضحك عليهم. هي عارفه بلي ذاك الانتقاد او الضعف منهم هما، وعارفه باللي هي راهي في القمه، يعني مادام راهم يديروا هكاك عارفين باللي روحك تيكي في القمه، ومشي اي هضره تزعزعها مادام عارفه روحها واش تسوى. بالعكس الانسانه اللي مشي عاطيه روحها قيمه تتاثر وحالتها تولي حاله وتتدمر وتدير حساب الناس نو 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 نو. لازم تكوني عارفه كيف تسيري في هذه الدنيا مليح، واذا كنتي تحبي روحك حتى حاجه ما راح تزغدك. فبالتالي الانسان اللي تحب روحها دائما تصيب حياتها في جوده عاليه، دائما تصيب الصوالح اللي تحبهم راهم يزيدوا غير يتطوروا مع الوقت، يتطوروا دائما حياتها رائعه، عايشه حياتها يعني كما يقولوا الحمد لله حتى حاجه ما خصتها، وحياتها دائما في تطور ودائما رايحه للاحسن. فحب الذات حبيبتي هو أساس لرفع الاستحقاق تاعك في الكون. بقدر ما تحبي ذاتك المعايير تاعك تطلع وتطلع وتطلع تلقائيا درجة، وتلقاي روحك في العلالي مع الناس اللي في العلالي. أما الإنسان اللي تستصغر روحها ولا هذيك المتكبرة تصيبوها دايما هابطة حتى تولي مع ذوك الناس اللي في الحضيض، يعني مع ذوك الناس اللي النيفو تاعهم طايح. فبالتالي الاختيار راهو ليك مع من حبيتي تكوني. النقطة اللي بعدها هي عدم اتباع القاطع، يعني ماشي الهوى اللي جاي يديك، القاطع اللي جاي يزيد تروحي معاه، الهضرة اللي جاي تديك لا، لازم المود دو في تاعك يكون مختلف على واحد اخرين. لازم تستخدمي عقلك في كل شيء وتحلي في كل شيء وتبحثي في كل شيء، لازم تتاكدي من كل شيء، ماشي زعما كيما يقولوا ذاك المثل تسمع الهفه تروح تجري وترفد القفه. لا لازم تتاكدي من حاجه، ماشي اي هضره تديك، ماشي اي حاجه تديك، لازم يكون عندك عقل انسان وعندك عقل وميزي وشوفي وتاكدي وحلي، وما ساهل ماشي الهوى اللي يجي يديك تروحي معاه. الانسان اللي تحب ذاتها تصيبوها متفرده بالعقليه تاعها، دير الشيء اللي يريحها، الشيء اللي يخرج عليها، ماشي تتبع في الناس واللي يجي يديها معاه. لا عندها عقليتها، عندها شخصيتها، هي تعرف كيف تديريجي حياتها وهي تعرف كيف تديريجي روحها. تصيبوها دائما مختلفه عن القاطع، كما يقولوا ماشي ما تتبعش وتقول باع، ماشي القطع اللي يجي يديها معاه. تصيبوها دائما مختلفه منفرده بذاتها، عندها شخصيه مستقله بذاتها، ماشي وين يمشوا الناس تمشي موراهم. حتى الانسانه اللي تحب ذاتها انسانه مستقله، عندها اسلوب خاص يميزها غير هي.
متبقاش تتبع في القاطع، مشي سامعة به أصلا، تلقائيا عايشة حياة مختلفة ومستمتعة بهذا الاختلاف. حتى ولو كان المود دو في تاعها يعني غير مألوف في المجتمع، هي معلى بالهمش كامل به، هي عايشاتو ومعلى بالها بحتى واحد. كما يقولك دايما الجمال في الاختلاف، دايما الحاجة المختلفة هذيك هي الحاجة الشابة، هذيك هي الحاجة اللي تعطيري، دايما لازم تكوني مختلفة على الناس كامل، عيشي مستقلة، عيشي فرضي رايك شخصيتك يعني كيما تراكي، حتى ولو كانت مختلفة كامل على الدنيا والدين. أنا دايرة هكا، أنا شخصيتي هكا، أنا متميزة. هذه هي البنات. أما الإنسان اللي تكره ذاتها تصيبها دايما تحوس صوالح باش يرضوا الناس ويرضوا السادة والكبار. مين اللي تحب روحها ترضي روحها هي وما على بالها بحتى واحد. واللي تكره ذاتها ثاني تصيبها دايما تطبق اي حاجه حبت تخرج عليها ولا ما تخرج عليها، المهم باش ترضي الناس وما ينتقدوهاش وتكمل تعيش حياتها كامل هكا مذلوله. وهذه إنسانة تحب ترخص روحها لهذا الناس، يعني باش تبقى دايما في ملتهم ويبقوا دايما راضين عليها، مي شخصيتها والحضور تاعها كامل اصلا هما تصيبهمش يدير لها كامل قيمه، يعني مادام يمشوا فيها ويديروا فيها على حسابهم ما عندها حتى قيمه. تصيب واحده اخرى اللي فارضه شخصيتها وكل شيء دايرين لها قيمه على هذاك اللي مرضيه الناس. النقطه اللي بعدها هي الثراء. الانسان اللي تحب ذاتها نلقاوها تحقق اوتوماتيكيا ثراء كبير في حياتها، يعني غير يكون يطلع عندها يعني التقدير الذاتي وحب الذات، تلقاوها عندها ثراء كبير في حياتها وحياتها المادية تتحسن، لأنه إنسانة تحب ذاتها. قلت لكم قد ما تحبي ذاتك قد ما يبقاو الإبداعات تاعك يخرجوا من الداخل. نعطيكم مثال، زعما كاش وحدة حبت تسوق الكاش منتوج ولا دارت منتوج باسمها هي، تلقايها كشغل حطاتو بأنه عالي عنده جودة عالية، فبالتالي كما يقولوا متسوقش لنفسها بالرخيص، لأنه الإبداعات تاعها كشغل تبقى ترتفع مع الوقت ومع حب ذاتها. وكل ما ترتفع يعني كشغل القيمة تاع حب ذاتها تبدأ إبداعاتها ومنتوجاتها في أي مجال نلقاو باللي بدأت ترتفع الجودة تاعهم تلقائيا، لأنها إنسانة ترى كل شيء في الحياة قيم، إنسانة ما عندهاش البلادة في الحس. تصيبوها كشغل تلقاوها عطيت له قيمة في الحياة وكل شيء تخرج منه قيمة عالية. فبالتالي الإنسانة اللي تحب ذاتها هي إنسانة غنية مستغنية مفعلة لاسم الله الغني في الكون، فبالتالي نلقاوها غناها بدأ يرتفع بشكل ملحوظ. النقطة اللي بعدها هو الشغف. تلقاو الإنسانة اللي تحب ذاتها تبقى تمشي وتحقق يعني في الأهداف تاعها حتى وما همش واضحين، يعني رايحة من الباب للباب حتى ومايش متأكدة حتى باللي مايش هذيك الحاجة الهدف اللي يتحقق فيه مايش ضامناته إذا يتحقق ولا لا، بصح تصيبوها عندها شغف وتصيبوها رايحة خطوة خطوة ونيتها باش تحقق، عندها شغف وعندها عزيمة في نفسها باش تحقق هذاك الهدف تاعها. مشي كيما الانسانه اللي تكره ذاتها ومتحبش ذاتها، صبوا قاعده في كوانه مربعه يديها ورجليها وتستنى انا ما عندي حتى هدف وانا ما عندي حتى شغف، راجلي ما خلانيش، عندي ذراري، عندي مسؤوليه، عندي شغل تاع الدار، عندي لي زوبستاك، يعني تشوف غير في لي زوبستاك. لا بالعكس، الانسانه اللي تحب ذاتها وتحب روحها جامي تصيبوها يعني تدير الاعذار والحجج لروحها. بالعكس الانسانه اللي تحب ذاتها شغل تلقى باب مغلوق تروح تشوف باب واحد اخر، تلقى عتبه مشي مربوحه تروح تشوف عتبه واحده اخرى مربوحه، ما تريحش كامل. مشي كيما الاخرى قاعده ومربعه وتجيب في الحجاج وتجيب في السبايب، مشي قاعده غير تشتكي. مشي كيما الانسان اللي تكره ذاتها شغل قاعده غير في وعي الضحيه غير تشتكي وتمد في الطاقه السلبيه، لا هذيك شغل ما ديرش كامل، تصبوها ما ديرش الاعذار والحجج لروحها باش ما تزغدش وما تتحركش وما تتقدمش يعني للاحسن والافضل. والإنسانة اللي تحب ذاتها جامي تصيبيها تشوف العراقل، تصيبيها تشوف غير النتائج، دايما إيجابية مع نفسها. علاش؟ باش ما تلقاش أعذار وحجج لبقائها مكتوفة الأيدي، ما دير حتى حاجة تنفعها في حياتها. وفوالا حبيباتي، أنا لحقنا نهاية الفيديو، وقبل ما نختم معكم لازم نأكدكم هذه النقطة: حب الذات حب الذات حب الذات.
هو أهم شي في حياتكم البنات صدقوني كون تمشوا بهذوما النصائح وهذوما الخطوات اللي قلت لكم عليهم، حياتكم كامل راح تتبدل والنظرية تاعكم للمستقبل كامل راح تتبدل، ونظرية تاع الناس فيكم كامل راح تتبدل، راح تولي عندكم حضور، حيولي عندكم كاريزما، حتولي عندكم يعني شخصية في المجتمع، راح تكونوا دايما ناجحين وواثقين في نفسكم والناس راح تحبكم وانتي هتحبي روحك وحياتك كاملة راح تتحسن وتروح للأفضل إن شاء الله. فوالا حبيباتي أنا لحقنا نهاية على فيديو تاعنا، نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. تهلاو لي في روحكم بالبزاف، مع السلامة.